صباح الخير على كل الناس اللي منورانا في بودكاست المغرب. حلقة النهاردة مش مجرد متابعة أخبار ولا تحليل عابر، إحنا داخلين على موضوع تقيل شوية، موضوع التاريخ وهو بيبعث رسالة. بس المشكلة إن في أنظمة كتير بتعمل نفسها مش سامعة. السؤال اللي لازم يتسأل بجد، الدول بتقع إزاي؟ هل بتقع بصاروخ؟ بانقلاب؟ ولا بتقع لما المواطن يصحى يلاقي الكهرباء قاطعة والدواء مش موجود والمرتب ملوش قيمة؟ والدولة كل ردها أصبروا في مؤامرة. اللي حصل في فنزويلا مش مشهد درامي، ده نهاية طبيعية لنظام كان منهار من جواه من زمان بس كان لسه واقف رسمياً. فنزويلا النهاردة بقت مراية، أي نظام في المنطقة محتاج يبص فيها، خصوصاً الأنظمة اللي استبدلت الشغل الحقيقي بالشعارات وبقت فاكرة إن الشرعية بتطلع من الهتاف مش من الإنجاز. لو رجعنا شوية لورا هنلاقي إن فنزويلا ما بدأتش بالقمع ولا بالمواجهات العنيفة. البداية كانت بحلم اسمه هوجو شافيز، عدالة اجتماعية، كرامة للطبقات الفقيرة وثروة البلد ترجع للناس. الكلام ده في وقته كان له قبول وكان عنده منطق، بس الكارثة بدأت لما الحلم اتحول لعقيدة مغلقة. بدل ما الاشتراكية تبقى أداة إدارة بقت لغة بنغطي بيها الفشل. الدولة ما بقتش تقول غلطنا، بقت تقول محاصرين. الاقتصاد اتبنى على الريع، بترول بيتباع، فلوس بتدخل، توزيع من غير إنتاج حقيقي ومن غير مؤسسات قوية تحمي البلد لما الظروف تتغير. طول ما سعر النفط عالي النظام باين ثابت، أول ما السعر يقع الحقيقة تظهر، دولة من غير خطة والسلطة من غير بدائل. هنا الخطاب تغير، الغلاء بقى سببه الإمبريالية، نقص الدواء بقى حصار، وأي حد يعترض بقى عميل. ولا لازم نضحك على نفسنا ونقول إن ترامب هو اللي دمر فنزويلا. ترامب سياسي نفعي، شاف قدامه نظام ضعيف من جوه، نظام متشقق ومستني الزقة الأخيرة. الضغط الخارجي عمره ما يوقع دولة واقفة على رجليها، الضغط بس بيستغل الشروخ اللي موجودة أصلاً. لو فنزويلا كانت دولة مؤسسات حقيقية واقتصادها متنوع وقادر يقف لوحده، كانت أمريكا هتفضل تهدد سنين طويلة من غير ما تشوف الانهيار ده. الأغرب إن النظام الفنزويلي كان محتاج ترامب، محتاج عدو جاهز يعلق عليه كل فشل ويحوله لشماعة يخون بيها أي صوت معارض. بس الشعوب في الآخر بتفهم، وفي لحظة معينة المواطن ما بقاش فارق معاه مين اللي ضربه. السؤال بيبقى أخطر وأعمق، إحنا ليه بقينا ضعاف للدرجة دي؟ ولو حركنا الكاميرا شوية من كراكاس لشمال أفريقيا، ناقوس الخطر لازم يرن في الجزائر. مش تشابه أسماء ولا جغرافية، لكن تشابه طريقة تفكير. دولة غنية بالموارد، فقيرة في الإدارة، معتمدة على الريع أكتر من اعتمادها على شغل الناس وإنتاجهم. طول ما الغاز والنفط بيدخلوا فلوس الصورة باينة مستقرة، بس أول ما السوق يهتز أو الضغوط تزيد العيوب كلها بتطلع مرة واحدة. الخطاب نفسه حاضر، عدو خارجي، أيادي خفية، مؤامرات، وكأن المشاكل نازلة من السماء مش ناتجة عن سياسات. المشكلة الأكبر إن التاريخ لما يبعث رسالة ما بيبعثهاش مرتين بنفس الهدوء. فنزويلا كانت تحذير مش قصة بعيدة، والدول اللي بتختار تعيش على الشعارات وتعتبر النقد خيانة والإصلاح تهديد بتبقى ماشية بنفس الطريق حتى لو اختلفت الأسماء. السؤال الحقيقي دلوقتي مش مين الدور عليه، السؤال مين هيفهم الدرس قبل ما يوصل لنفس النهاية. العقوبات اللي العالم بيفرضها دلوقتي مش زر فجأة تضغط، دي نتيجة تراكم عناد سياسي. العالم اتغير، بقى عالم أرقام ومصالح مش عالم خطابات الستينات. الحصار الحديث بيبدأ ناعم، استثمارات تقل، بنوك تقلق، علاقات تبرد. الخطاب الجزائري الحالي بيقدم نفسه كنظام رافض لأي نقد وبيشوف أي ملاحظة دولية كمساس بالسيادة. المشكلة إن العالم براجماتي، المستثمر لما يحس إن القوانين بتتغير حسب المزاج وإن المنطقة متوترة بيمشي بهدوء، والأنظمة الريعية تحديداً حساسة لأي اختناق مالي. أول أزمة صغيرة بتتحول لتهديد وجودي.
العقوبة الحقيقية مش بيان سياسي، العقوبة إنها تضعف، الأسعار تولع، والنظام يرجع لنفس الجملة المحفوظة: أصبروا المؤامرة. في الآخر اللي حصل في فنزويلا كان نتيجة منطقية لدولة راهنت على فكرة واحدة، ولما الفكرة فشلت ما كانش عندها بديل. الدولة مش شعار، الدولة مدرسة شغالة، مستشفى محترم، قانون بيطبق على الكل، وكهرباء ما تقطعش. أي نظام يطلب من شعبه الصبر من غير ما يشاركوا القرار ومن غير ما يعترف بأخطائه بيستنزف رصيده لحد ما يخلص. فنزويلا قالت لنا درس واضح: الدولة اللي بتستثمر في الخوف بتقع أسرع بكتير من الدولة اللي بتستثمر في الإنسان. والسؤال اللي يفضل مفتوح: هل كاراكاس كانت حالة استثنائية ولا مجرد بداية لسيناريوهات لسه جاية؟ الأيام لوحدها هتجاوب.